الأدب مع الله، تطيع أوامره وتترك نواهيه، ولا تقدم طاعة أحد على طاعة الله، تخلص عبادتك لله، فلا تقصد بعملك غير رضا ربك، تتوكل على الله في جميع أعمالك مع أخذ بالأسباب، وتشكر نعمته بلسانك وجوارحك، فنعمة على لا تحصى. تحب ربك وترجو ثوابه وتخاف عقابه، وعلامة محبتي لربي هي طاعتي له طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. ترضى بقضاء الله وتحسن الظن به، فإن أصابتك سراء شكرت، وإن أصابتك ضراء شكرت، فذلك خير لك. دائما تدعو الله وتستغفره، فلله سميع دعائك وهو قريب